الراجل كان شايف بوضوح إن في ست كبيره في السن قاعد جنبه في الطيارة، ولما أهل الست العجوز طلبوا يبدلوا المقاعد علشان يبقوا جنبها ويهتموا بيها، الراجل ده لابس السماعات من غير أي تردد ورفض. بعد ما الطيارة وصلت، الست العجوز لمست إيد ووجو بلطف وقالت له: شكرا يا ابني. اللي محدش كان يعرفه إن ووجو قبل ما يركب الطيارة سمع واحد من قرايب الست العجوز بيتكلم في التليفون وبيخطط إنه يخليها توقع على أوراق نقل ملكية وهي في الجو، علشان كده ووجو رفض يبدل مكانه. ووجو كان لسه راجع من سيول ولسه بيتألم، حتى السواقة كان بيعتمد فيها على الGPS. وفي نفس الوقت ميري كانت في حاله صعب وبعد طلاقها ماشية في الشارع من غير وعي، وفجأة خبطتها عربية. اللي كان سايق هو ووجو، على طول نزل يشوفها، لكن ميري كانت ما كانتش فايقه، فاضطر يسيب رقم تليفونه ويمشي. بس ميري افتكرته جوزها السابق اللي اسمه برضه ووجو، قامت عليه وبدأت تخبط فيه وهي زعلانة، وأثناء الخناقة وقعت بالغلط على صبارة اتشوكت بعشرات الأشواك، فاضطر ووجو ياخدها المستشفى. بعد ما عالجوا جروحها رجعها بيتها بالعربية. تاني يوم ميري جالها إشعار إنها كسبت جايزة قيمتها 5 مليارات وون، بس المفاجأة إن الجايزة دي للمتجوزين الجدد بس. طلعت أوراق الطلاق اللي لسه ما قدمتهاش، وافتكرت إنها كده لسه قانونا متجوزة، لكن جوزها السابق كان حاضرها ومش عايز يتعامل معاها. ما كانش قدامها غير إنها تفتكر ووجو. في الأول كانت حذرة وما قالتش له عن الجايزة، وقالت له بس يروح معاها للمول، لكن ووجو رفض تماما. فقررت تروح لعيلته وتشرح لهم الموقف. بس لما عرفوا إن ابنهم لقى ست غنية بتصرف عليه فرحوا جدا وقرروا يبعدوا عنها، وقالوا لها إن البيت أصلا باسمها وهي المسؤولة عنه. ميري ما كانتش عايزة تطول الكلام وسكتت.